تحياتي لكل اللي بيشوفونا واللي لسه هيشوفونا. وأنا أسمع معاكم في نوديو أسمع. بستنى دايما تعليقاتكم وراءكم وأسئلتكم وطلباتكم. ده بيخليني أعرفكم أكتر وكمان بيعرفكم بينا أكتر ويخلي حبل التواصل بيننا وبينكم دايما واصل. النهاردة جايبة لكم وصفة ستريبس بتتبيلة لذيذة جدا، وطريقة تغليف هتديكم قرمشة مظبوطة قوي وطعم من الآخر، ولونها هيطلع معاكم حلو قوي، مناسبة بقى للغداء أو لسندوتشات سريعة، وفعلا وصفة ناجحة بكل المقاييس. أول خطوة هبدأ بتنظيف صدور الفراخ، بحطها تحت المية الجارية وأشيل منها أي حاجة مش مستحبة بإيديا من غير مفرك، وبعدين بحطها في مصفى علشان تتصفى كويس وأنا شغالة فيها، وبقطعها شرائح بالطول، بتكون لا تخينة قوي ولا رفيعة، يعني وسط، وأشيل أي دهون أو زيادات مش محتاجاها أثناء التقطيع. ولو الشريحة طويلة شوية معاكم ممكن نقسمها نصين حسب ما تحبوا. والكمية دي بقى كيلو من صدور الفراخ. دلوقتي هحضر التتبيلة. عندي معلقتين كبيرة من البابريكا ومعلقة كبيرة من الثوم البودر وزيها من الكزبرة الناشفة زائد حبهان بطحنهم الاتنين مع بعض، معلقة صغيرة من البصل البودر، معلقة كبيرة ملح، معلقة صغيرة كاري، نص معلقة صغيرة فلفل اسود. هضيف التوابل وعليها نص لتر من المية واقلبهم كويس. هتبل الفراخ في الخليط ده، ولو هتبل الفراخ ليلة كاملة نخلي ملوحة المية مظبوطة، لكن لو كان وقتنا ما يسمحش وهنقعها مثلا ساعة أو ساعتين بزود نسبة الملح حبة بسيطة جدا، لأن الفراخ المخلية بتتشرب التتبيلة أسرع بكتير لو كانت بالعظم، فعلشان ما تبقاش مالحة قوي معانا، والمحلول السائل بيخلي الطعم يتوزع أحسن وأسرع. نضيف الفراخ على التتبيلة ونقلبها. نغطيها كويس وادخلها بقى التلاجة مدة النقع. نروح بقى لتغليف الاستريبس، وهو بقى أهم خطوة في الوصفة علشان ناخد القرمشة والطعم واللون اللي احنا عايزينه أو اللي احنا بندور عليه. هحتاج نص كيلو دقيق متعدد الاستخدامات، عليه معلقة صغيرة ملح، معلقة صغيرة من البيكنج باودر، نص معلقة توم باودر، رشة فلفل، معلقة كبيرة لبن باودر، معلقة كبيرة نشا. بقلبهم بمضرب يدوي علشان كل حاجة تتوزع كويس، وكمان أدخل هوا للدقيق. ولو مش متوفر عندنا المضرب ممكن بقى ننخل المكونات كلها مع بعضها. ولو هنشتغل على كميات كبيرة من الفراخ نشتغل بنص كيلو دقيق في كل مرة، بلاش نخلط كل الكمية مرة واحدة علشان الدقيق بيكلكع ويعمل كتل معانا، وساعتها التغطية مش هتديكم النتيجة الحلوة اللي انتوا عايزينها. فبشتغل في نص كيلو، بعد ما يخلص بعمل نص كيلو غيره أو ببقى مجهزاه جنبي. نبدأ ناخد قطع الفراخ وننزلها في الدقيق. نقلبها بالشكل ده من تحت لفوق 7 8 قلبات كده حلوين لحد ما تتغلف كلها بالدقيق. بعدها بنفضها من الدقيق واسقطها تاني في محلول النقع، او ممكن نبقى مجهزين ميه بتلج جنبنا واحطها فيها بدل ما احطها في الميه بتاعت النقع. وبعدها برجعها الدقيق مره تانية واقلبها برضو بنفس الطريقه من تحت لفوق. بعدها بنفضها من الدقيق، هتبقى معانا بالشكل الحلو ده وهتاخد الكفر اللي احنا عايزينه وزي ما احنا عايزين بالظبط. وبعدها على طول على الزيت. نيجي بقى لمرحلة القلي. الزيت لازم يكون غزير، وأنا بالنسبة لي أفضل حاجة للقلي هو الألمونيوم، بيحافظ على حرارة متوازنة قوي وما بيلسعش الأكل أثناء التحمير. نجرب بقى حرارة الزيت بأعواد الشيش طاووق. نركز بقى في طرف العود من تحت، مفيش أي فقاعات ظاهرة معايا علشان لسه الزيت بارد، لكن أول الزيت ما يبتدي يسخن هتلاقوا بقى الفقاعات ابتدت إيه تظهر، وكل ما الزيت يسخن معايا هتلاقوا الفقاعات معانا بتزيد أكتر وأكتر.
فأول ما نلاقي الفقاعات بتاعتنا ابتدت تظهر بشكل بسيط، نعرف بقى إن الزيت ابتدى يسخن شوية. وأول ما تزيد حبة ننزل بقى ساعتها بالفراخ. مش هقلبها بقى في البداية خالص، وأول ما تاخد لون حلو كده وبعد يعني 5 دقايق مثلا ممكن بقى نقلبها من الناحية التانية. لو حسينا بقى ساعتها إنها أخدت لون من تحت أكتر من فوق، وبعد 10 دقايق كده تقريبا هتكون جاهزة معاكم. نطلعها بقى على شبكة، وده شكلهم بعد ما خلصنا كل الكمية. لون وقرمشة بيبقى مميز جدا، وهتلاقوه طري من جوه. هسمعكم صوت القرمشة. وده شكله من جوه. جربوه بقى وقدموه مع اي حاجة انتوا بتحبوها زي الرز او مكرونة او حتى سندوتشات. هتلاقوا الطعم مختلف. وصفة سهلة جدا ومناسبة لكل وقت. ولو جربتوها قولولي بقى في التعليقات طلعت معاكم عاملة ازاي. واستنوني في وصفات تانية جديدة في نودو أسماء، سهلة وبسيطة. وبالهنا على قلوبكم.